ايه اللي حصل؟ ايه المعلومه اللي جات لك؟ طبعا انت قلت المصدر بتاعي خلاص بقى. والصحفي المفروض ما يقولش على المصدر. نعم. حتى لو قدام القضاء ده مشاهد. هو مشاهد نقل لنا معلومه يعني. يعني قدام القضاء ممكن نقول مصدرنا ايه بس يبقى سري. ايوه. خلاص بقت علني طبعا وعرفنا. هو بيقول لي ان كابتن حسن شحاته قال على الهواء مباشره في احد البرامج الرياضيه قال انا اسلام صادق يعني ما يعني قال ان انا مش عايز شيكابالا يرجع الزمالك، او انا مش هتفاوض اللي هو يرجع اخده المقاولين، لان هو سبب مغادرته لنادي الزمالك. عمل مشكله معاه على قرار ميدو وعمرو زكي في كاس الامم الافريقيه لو تفتكر 2006 في مصر. صح كده؟ ايوه. نفس المشكله حصلت وبرضه لما تولى تدريب الزمالك بالظبط هو السبب. حسن شحاته وكل الاداره وكل الجماهير وقفت مع شيكابالا ضد حسن شحاته، وده كان سبب رحيله عن نادي الزمالك في التدريب. دي حاجه اعتقد اللي دي يعني من حقه كمدير فني اللي هو يقول انا مش عايز اللعيب ده، لانه كان سبب في رحيله من نادي الزمالك وعمل مشكله كبيره. وانا عايز اقول بقى يعني ان الاوان واحنا في 2015 وده عيب قوي ان اللعيب اللي يبقى لعيب كوره، الناقد ناقد، الجمهور جمهور، المسؤول مسؤول، وما يحصلش تداخل زي ما بيحصل دلوقتي. تلاقي وان مان شو 7 وظائف، ده الصبح اعلامي يعني معلش ما تزعلش مني. ايوه مش عليك والله خالص. ويجي بعد الظهر ممكن يشتغل صحفي، ممكن ثالث حاجه يشتغل مثلا في وكاله، ممكن مش عارف يعني انا عايز يبقى في يعني في دور محدد زي اوروبا يا استاذ حسام والبلاد المتقدمه دي بتاعتك بقى. الكلمتين دول دايما في حاجه اسمها تقسيم الادوار. انا بشتغل اعلامي، انا بشتغل صحفي، بشتغل مخرج. كابتن حسن شحاته عموما عامل تجربه هايله مع المقاولين، ويعني شريف سلامه مخرجنا بيقول لي يعني احتمال يروح المنتخب حسن شحاته. ما هو طبعا لو الفلوس كتيره بالنسبه للمدير الفني انا اعتقد ان حسن شحاته كابتن حسن شحاته له كل الاحترام ان هو يرجع تاني لتدريب المنتخب. هو الاقدر، ويعني 300,000 جنيه مش كتير عليه، يعني زي ما كان بياخد 300,000 جنيه اعتقد. ربنا يزيده ويبارك. لكن اقل طبعا بكتير من المبلغ اللي هياخده المدير الفني الاجنبي 45,000 يورو. تقريبا طبعا مش اقل من كده. بيتكلم في 50، بيتكلم في 60، هتوصل ل 45,000 يورو. طيب من الاخبار اللي موجوده عندنا في الجمهوريه، اسامه صقر كاتب عوده كاس السوبر المصري السعودي بين بطلي البلدين، وده موافقه من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. واعتقد برضو في حاجه مكتوبه عن الموضوع ده، لكن طالما جه ذكر خالد عبد العزيز نتكلم بقى على هيقدم استقالته. انا شفت الخبر ده في جريده البوابه يوم الجمعه النهارده في الصفحه الاولى. مش عارف اذا هنقدر نجيب صوره من ده. الخبر بيقول انه ده تصريح للجورنال انه المهندس خالد عبد العزيز ربما في الايام القادمه يتقدم باستقالته من الوزاره بعد انهاء اجراءات الترشح وقبولها اوراقه يعني للترشح للبرلمان. وده دخل في دايره اشاعات كانت دايره الفتره اللي فاتت دي انه خالد عبد العزيز سيخرج في اول تشكيل وزاري، خالد عبد العزيز ربما يتولى منصب داخل منظومه رئاسه الجمهوريه، خالد عبد العزيز ربما يكون وزيرا في حقيبه وزاريه اخرى في الحكومه الجديده بعيدا عن الشباب والرياضه. يعني قصص كثيره. الخبر بتاع البوابه اللي بيتكلم عن انه هو الرجل يريد الدخول في تجربه ان يكون نائبا في مجلس النواب القادم. الرجل له كثير جدا وعليه بعض ما على الكثيرين، وده عادي بحكم وتوليه منصب عام. هل تعتقد انه الخبر ده ممكن يكون خبر صحيح؟ هل لديك بعض المعلومات عن هذا الامر؟ والله برضو انا برضو جات لي شويه معلومات من بعض المصادر اللي هو دي مجرد اللي هو رغبه او بيفكر في الموضوع ده، اللي هو الترشح لمجلس الشعب القادم باعتبار مجلس النواب اللي هو مجلس النواب اللي هو مجلس النواب اللي هو باعتباره اللي هو اهم مجلس نواب في تاريخ مصر. هو القادم هيقدر يشكل الحكومه، هيقدر يعمل كل التشريعات، القوانين، الدستور. سلطات واسعه جدا يعني ايوه الاول مره في التاريخ سلطات رئيس الجمهوريه. طبعا هي اتحددت، تم تقليص سلطات رئيس الجمهوريه والبرلمان بقى او مجلس النواب. يقال ان هو هيدخل في احد التحالفات الانتخابيه اللي مكونه من عدد من الاحزاب، هو ده هيكون موجود فيها المهندس خالد عبد العزيز. والله هو لو يقين يعني وتاكد اللي هو مش هيبقى في التشكيل الوزاري القادم، اعتقد ان دي يعني هو بيسبق الاحداث. هو دلوقتي لو قدم استقاله
بالتالي هيبقى في فراغ في احد المناصب الوزاريه، وزاره الشباب والرياضه، وبالتالي اما سيتم تعيين وزير او هيكون في يعني تعديل حكومي، خاصه احنا شايفين انه في تعديل في المحافظين هيكون يوم السبت ان شاء الله. وارد اللي هو كمان يكون في تغيير وزاري والراجل يعني ممكن يكون عارف كده، لا ممكن يكون عارف اللي هو بره التشكيل. في اسماء مرشحه لتولي وزاره الشباب والرياضه؟ في اسامي كتيره طبعا، في ممكن دكتور اشرف صبحي ممكن مساعد وزير الشباب يعني طبعا تم تعيينه بالظبط، مساعد او نائب الوزير وهو برضو من المرشحين. في ناس برضو تانية، بس انا اعتقد الموضوع صعب شويه. الموضوع صعب، مش اللي اشرف صبحي يبقى وزير للشباب والرياضه، لا يعني في ناس عندها قدره، هو موجود، هو لسه شاب عموما يعني هو المهندس خالد عبد العزيز حط نهج معين في العمل داخل الوزاره، تحركاته الكتيره وانتقالاته وعمله ونشاطاته، موضوع الملاعب ومراكز الشباب اللي عمله ده يعني شيء رائع جدا. صحيح انه يعني حاول يبعد ايده عن كثير من مشاكل الوسط الرياضي بحكم انه ما يبقاش في تدخل حكومي داخل الاتحادات الاولمبيه، وساب الصراعات دي الى حد ما، ولكن هيبان في الايام الجايه. طيب الاسماعيلي يعني في خبر هنا في الوزاره زي ما قلتوا كده في الجمهوريه، طارق يحيى يقود الدراويش. اما الاسماعيلي او محمد عمر في الوفد بيقول استقاله ريكاردو من تدريب الاسماعيلي وترشيح طارق يحيى لخلافته. وبورسعيد هشام العسوي كاتب منها في الجمهوريه المصري راضي بالتعادل مع الاسماعيلي ويعالج محمد عواد لاعبه بالمركز العالمي. الاسماعيلي بعد ريكاردو ها هو طارق يحيى يقود الجهاز الفني في هذا النادي الكبير. اعتقد انه ده مهم جدا الفتره الجايه نشوف الاسماعيلي بقى. صحيح ال6 نقط فارقين معاه لغايه دلوقتي بصراحه. طبعا يعني هو الخصم طبعا هو خصم ال6 نقاط ده اثر مع الاسماعيلي، لكن احنا دايما متعودين ان فريق الدراويش بيقدم احسن كره، لكن ما فيش نتائج تتناسب مع هذا الاداء الفني الرائع. موضوع طارق يحيى مدير فني الاسماعيلي او لا، انا اعتقد ان ده مجرد اجتهاد من زملائنا، ولكن استقاله ريكاردو البرازيلي من التدريب ده حقيقي حصل. واللي بيتولى التدريب دلوقتي اشرف خضر هو المدرب الحالي لفريق الاسماعيلي، او ناس كتير جدا رشحته اللي هو يبقى المدير الفني، وفي العجوز وفي ناس كتير جدا جدا في مرشحين. طب في خبر فريق الاعداد وزميلنا شريف في سلامه هيجيبوا لنا دلوقتي طارق يحيى ده جايبينه منين يا جماعه؟ انا شفت، انا بقول لحضرتك عايزين انهي موقع والساعه كام؟ ده اجتهاد عشان الصحف اللي بتقول اليوم السابع من قد ايه عشان ناكد ده موجود على موقع اليوم السابع. طارق يحيى بينفي المفاوضات مع الاسماعيلي. انا قلت اهو كلامي صح ولا من ساعتين تقريبا. انا رئيس تحرير طبعا. لا انا عايز اصل انت عارف يعني ربما يكون حدث واحنا قاعدين دلوقتي. لا هو اجتهاد. انا كنت اعرف يعني انا كنت اعرف ليا ناس. اخيرا افريقيا في دقيقه. افريقيا ما حدث في غينيا وغانا، غينيا السويه وغانا المباراه الاخيره والشغب، لكن الكونجو هتقابل غينيا الاستوائيه في مباراه ثالث ورابع النهارده السبت، يعني خلاص احنا داخلين على السبت. تمام. وثاني يوم هيكون المباراه النهائيه مباراه كوت ديفوار وغانا. انا زي ما قلت انا الوحيد اللي في مصر وهات الحلقه من اليوتيوب والناس هتعرف. انا رشحت زامبيا لو تفتكر. الوحيده قلت زامبيا هتفوز بكاس الامم الافريقيه على كوت ديفوار. نجحت غينيا الاستوائيه رغم المشاكل في تنظيم البطوله. انا بقول لحضرتك بقى لو انت هتسالني بقى كده كياسر تهامي يعني مين هياخد كوت ديفوار؟ يا سلام. ان شاء الله. مش عشان المدرب بتاعها كان الصهيوني ودي علامه استفهام. مدرب غانا على الرغم اللي عنده فيه 8 مسلمين في فريق غانا. فده من ضمن الاسباب اللي انا عايز كوت ديفوار تفوز. وعلى فكره ويايا توريه واللعيبه كبار جدا وجيرفين واللي بيلعب في اس روما. اعتقد ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك استاذ ياسر، شرفتني وسعدت بوجود حضرتك معايا وتحليلك الرائع للاحداث. شكرا لحضرتك. انا بشكر حضرتك وكل سنه المشاهدين، وبشكر المخرج المتميز استاذ شريف. شكرا لحضرتك وبشكر حضراتكم مشاهدينا، والحلقه تعاد في 9 من صباح الغد. يا رب تكونوا بتستمتعوا بكل ما نقدمه على شاشة سبورت. تصبحوا على خير.